السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح دروس منهج الرياضيات للصف الثاني عشر علمي. هنكمل الدرس الثالث اللي هو درس صيغ غير معينة. الدرس الثالث ده صيغ غير معينة، أول كم مسألة فيه دول بيجوا بس موضوعي. تمام. طيب اللي بعد كده اللي هم آخر 3 مسائل مهمين وبيجوا في الإيه، في الفاينل، وبيجوا مقالي. تمام كده. تمام يا أستاذ. طيب هنا اول مساله دي وده بتتكرر كتير في الموضوعي. تمام. لامت لما الاكس بتقول لي ما لا نهايه. تمام. 2 اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 1. ما عنديش بسط ومقام. كل اللي انا هعمله هاخد ليميت واخد اكبر درجه هنا، يبقى ده بيساوي ليميت لما الاكس بتقول ما لا نهايه 2 اكس اس كام 2 يساوي. لو عوضنا هنا عن الما لا نهايه، ما لا نهايه تربيع بما لا نهايه ضرب 2 يبقى برضو زي ما هي ما لا نهايه وبس. تمام. تمام يا أستاذ. طب هنا هناخد ليميت ما لا نهاية وناخد أكبر درجة نعوض فيها، فيبقى هنا ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية سالب 3 إكس تربيع يساوي ما لا نهاية تربيع بكم؟ بما لا نهاية ضرب سالب، يبقى هنا الناتج سالب ما لا نهاية. يبقى هو الناتج بتاع المسألة دي أو المسألة دي إما ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية، على حسب إشارة المسألة أو على حسب إشارة السالب ما لا نهاية أو على حسب إشارة الأس. تمام. حسب الأس إذا كان زوجي أو فردي. تمام. تمام يا أستاذ. طيب في عندي حاجة تانية اللي هو النظرية، اللي هي الإيه؟ النظرية. والنظرية دي سهلة وبسيطة جدا. تمام. عندي هنا أس البسط وأس الإيه؟ المقام. أس البسط بنرمز له بالرمز N، وأس المقام بنرمز له بالرمز إيه؟ M. طيب يعني أس البسط N وأس المقام M. في عندي كام احتمال؟ احتمالين، لو ال N بتساوي ال M أو ال N أصغر من الإيه؟ من ال M. لو ال N بتساوي ال M فيبقى بناخد الرقمين دول اللي هو الرقم اللي عند الإكس أس 3 والرقم اللي عند الإكس أس 3 ويبقى ده ناتج المسألة. طب لو ال N أصغر من ال M اللي هو أس البسط أصغر من أس المقام فيبقى ناتج المسألة صفر. ما فهمناش حاجة. طب تعالى نحل مع بعض وهنفهم. عندي هنا أكبر أس هو كام؟ 3، وأكبر أس هو هنا كام؟ 3. طب تعالى عدل المسألة واكتبها في ترتيبها الإيه؟ الصحيح. ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية سالب 3 إكس أس 3 زائد كام؟ 4 على 2 إكس أس 3 زائد كام؟ 5 يساوي ده أس 3 ده أس 3، يبقى ده الناتج اللي هو الأرقام أو المعاملات اللي قبل الإيه؟ الإكس. يبقى الناتج هنا كام؟ سالب 3 على 2. تمام. وممكن كده لأن الN بتساوي الإيه؟ الM. ده مش مطلوب لأن أصلا مستحيل مسألة زي تيجي كده بالشكل ده تيجي مقالي. تمام. لو جت هتيجي موضوعي. طب هنا دي هتساوي كام؟ هنا أس البسط باتنين وأس المقام بأربعة، يبقى هنا بتساوي إيه؟ صفر. ليه؟ لأن أس البسط أصغر من أس المقام. تمام. تمام يا أستاذ. طيب تعالى ناخد المسألة اللي بعدها. هنا أكبر أس في البسط كام؟ 4، وأكبر أس في المقام كام؟ 4. طب الرقم اللي قبل الإكس أس 4 هنا كام؟ 1، صح؟ فيبقى ده بيساوي 1 على الرقم اللي هنا كام؟ -2، اللي هو بيساوي -1 على 2 لأن السالب يكون مع الإيه؟ البسط. تاني الرقم اللي هنا كام؟ 1، والرقم اللي هنا كام؟ -2، والأسس متساوية يبقى 1 على -2. تمام. تمام يا أستاذ. طب هنا إكس تقول لي ما لا نهاية، أكبر أس هنا كام؟ 2، وأكبر أس هنا كام؟ 2، يبقى الناتج الرقم ده على الرقم ده اللي هو كام؟ -3 على 6. -3 على كام؟ 6، اللي هو بالآلة الحاسبة هيبقى -1 على 2. بالآلة الحاسبة يبقى كام؟ -1 على 2. طب هنا أكبر أس هنا كام؟ 1 لأن مفيش أس، وأكبر أس هنا كام؟ 3. طيب فيبقى أس البسط أصغر من أس المقام، يبقى الناتج إيه؟ صفر. تمام. تمام يا أستاذ. طيب تعالى نروح لمثال 3.
بيقول لي دي مسألة إذا كانت ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية ax تربيع زائد bx زائد 3 على 2x زائد 5 بتساوي 3. أوجد قيمة ال a وال b. حلو. هنا إن المسألة ليها إيه؟ ناتج. المسألة ليها إيه؟ ناتج. فلو طالما المسألة ليها ناتج يبقى لازم أكبر أس في البسط يساوي أكبر أس في الإيه؟ في المقام. يعني لازم ده أس واحد يبقى ده أس واحد. يعني لازم ده ما يكونش إيه؟ موجود. طب ما يكونش موجود رياضيا يعني إيه؟ يعني بصفر. يعني بصفر. طب هنقول له هنا إيه؟ الحل كده. هقول له بما أن ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية ax تربيع زائد bx زائد 3 على 2x زائد 5 دي بتساوي كام؟ 3. بما ان المسألة ليها ايه؟ قيمة. فيبقى اذا الجزء ده اللي هو ax تربيع مش موجود. مش موجود يعني ايه؟ بصفر. فمنها ان ال a هتكون بتساوي ايه؟ صفر. تمام؟ تمام يا استاذ. وروح كاتبين المسألة بدون الجزء ده. يبقى هنا اذا ليميت لما الاكس بتقول للما لا نهاية bx زائد 3 على 2x زائد 5 بتساوي كام؟ 3. جبت منين التلاتة؟ اهي هي اصلا مديهاني في الايه؟ في المسألة. هو ده الناتج بتاعها. فيبقى كده ايه؟ النظرية بتقول لي ان ده على ده يساوي الرقم ده. يعني البي على الاتنين بتساوي كام؟ 3. تعالى نضرب ضرب ايه؟ تقاطعي. فيبقى من هنا ان البي هتساوي كام؟ 2 ضرب 3 على 1 اللي هو الضرب التقاطعي بتاع المتوسط. يبقى البي هنا هتساوي كام؟ 6. البي هنا هتساوي كام؟ 6. يبقى إذا بي بتساوي 6. تمام؟ تمام يا أستاذ. طيب تعال نشوف. حاول أن تحل. هنا بيقول لي إذا كانت ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية إكس ناقص 2 على ax تربيع زائد bx ناقص 3 بتساوي -1. أوجد ال a وال b. نفس الفكرة بس مديني هنا المجهول في المقام ولا هتفرق. هقول له بما أن نفس الخطوة الأولى مش هتتغير. ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية x ناقص 2 على ax تربيع زائد bx ناقص 3 بتساوي -1. يعني بما أن المسألة ليها قيمة فمعناها ان الجزء ده اللي هو ax تربيع مش موجود. يعني ايه مش موجود بالرياضيات؟ يعني صفر. يبقى ax تربيع بتساوي صفر. يعني ال a هنا بتساوي كام؟ صفر. ودايما ولا بد وحتما هتلاقي ان ال a بصفر لان هتلاقي ان الجزء ده ملوش قيمة. تمام. وراح كاتب المسألة بعد ما اختصرنا ده. يعني يبقى هنا ليميت لما الاكس بتقول للما لا نهاية x ناقص 2 على bx زائد 3 bx ناقص 3 تساوي -1. فمعناها ايه؟ ان الرقم ده على الرقم ده بيساوي ده. الرقم ده مفيش رقم فمعناها 1. يعني 1 على b تساوي سالب كام؟ 1. نضرب ضرب ايه؟ تقاطعي. فمن هنا تطلع ان البي بكام؟ -1. تمام. تمام يا استاذ. طيب ركز بقى في مثال رقم 4. لأن مثال رقم 4 طويل حبتين وبيتكرر دايما في اختبارات الايه؟ الفاينل. عندي ليميت لما الاكس بتقول للما لا نهاية بسط ومقام وموجود عندي جذر. بسط ومقام وموجود عندي جذر. الجذر ده سواء موجود في البسط أو في المقام عادي. طيب أول حاجة هنعمل إيه؟ الفكرة اللي هي بتاعت الدرس اللي فات. هناخد x من فوق عامل مشترك وهناخد x تربيع من تحت عامل مشترك. فيبقى هنا كده ليميت لما الاكس بتقول للما لا نهاية x نفتح قوس x تقسيم x يبقى كام؟ 1 ناقص 2 تقسيم x يبقى 2 على x. طب ناخد من تحت x تربيع عامل مشترك. نفتح قوس x تربيع تقسيم x تربيع يبقى كام؟ 1 زائد 2x تقسيم x تربيع يبقى 2 على x اللي هي كده 2x تقسيم x تربيع. الx تروح مع التربيع يبقى الناتج 2 على x.
ناقص 4 تقسيم إكس تربيع، يبقى 4 على إكس تربيع. تمام. تمام يا أستاذ. طلع الإكس تربيع دي بره الإيه؟ بره الجذر. قبل الجذر هنطلعها بدون التربيع، لأن الجذر الإكس تربيع يعطيني إكس، بس عشان هو جذر تربيعي لازم هتطلع بقيمة موجبة أو سالبة. طيب يعني إيه قيمة موجبة أو سالبة؟ يعني نحطها مطلق، يعني هتبقى كده ليميت لما الإكس بتقول الما لا نهاية إكس، وهنا 1 ناقص 2 على إكس، وهنا جذر 1 زائد 2 على إكس ناقص 4 على إكس تربيع، وهنا مطلق إكس، الإكس اللي احنا طلعناه. الخطوة دي هنشيل الإيه؟ المطلق، هنشيل المطلق. تمام. ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية، اللي فوق زي ما هو أدي إكس، 1 ناقص 2 على إكس. هنشيل المطلق ده، ويا إما نخليها موجب إكس يا إما نخليها سالب إكس، يا إما يكون الإكس اللي داخل المطلق دي موجبة أو سالبة. إمتى تكون موجبة وإمتى تكون سالبة؟ على حسب إشارة الما لا نهاية. يعني لو الما لا نهاية دي موجبة هتبقى الإكس دي موجبة، لو الما لا نهاية دي سالبة هتبقى الإكس دي سالبة. هي الما لا نهاية موجبة فتبقى الإكس موجبة، وده جذر أهو 1 زائد 2 على إكس ناقص 4 على إكس تربيع، ودي تروح مع دي، ودايما هيروحوا مع بعض. ده يساوي ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية 1 ناقص 2 على إكس، وهنا جذر 1 زائد 2 على إكس ناقص 4 على إكس تربيع. طيب عندي هنا كم شرط؟ شرطين. عندي هنا كم شرط؟ شرطين، شرط الجذر وشرط المقام. يبقى هنا شرط الجذر الأول عادي أو شرط المقام الأول، مش هتفرق. تمام. تمام. شرط الجذر هنكتب بس اللي تحت الايه؟ الجذر. فيبقى هنا ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية 1 زائد 2 على إكس ناقص 4 على إكس تربيع. بعدين نوزع ليميت هنا وليميت هنا وليميت هنا، يبقى ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية 1 زائد ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية 2 على إكس ناقص ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية 4 على إكس تربيع. تمام. تمام يا أستاذ. بعدين دي بكم؟ بواحد زائد صفر زائد واحد اللي هو زائد صفر سوري، اللي هو الناتج بيساوي كم؟ 1 اللي هو أكبر من الإيه؟ من الصفر. ده كده شرط الإيه؟ الجذر. طيب نروح بعد كده لشرط الإيه؟ المقام. شرط المقام اللي هو كلهم بما فيهم الجذر، يعني ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية جذر 1 زائد 2 على إكس ناقص 4 على إكس تربيع. بعدين ندخل الليميت داخل الجذر، يبقى ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية 1 زائد 2 على إكس ناقص 4 على إكس تربيع، يطلع هنا يساوي جذر 1 زائد 2 ناقص 1 زائد صفر ناقص صفر، ده بيساوي كم؟ 1، واكتب جنبه لا يساوي ايه؟ صفر، واكتب جنبه لا يساوي صفر. تمام. تمام يا أستاذ. طيب تعالى نرجع بقى للإيه؟ للمسألة بتاعتنا. هنا هنعمل إيه؟ هنوزع ليميت للبسط وليميت للمقام. يبقى ده كده بيساوي ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية 1 ناقص 2 على إكس على ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية جذر 1 زائد 2 على إكس ناقص 4 على إكس تربيع. بعدين ندخل الليميت داخل الجذر،
يبقى ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية 1 ناقص 2 على إكس، وهنا جذر. ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية 1 زائد 2 على إكس ناقص 4 على إكس تربيع. بعدين نروح كاتبين المسألة الأصلية، كاتبين تساوي دي ومعوضين، اللي هي ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية. تمام تمام يا أستاذ. تعال نكمل في ورقة تانية عشان تكفي. طيب تعال نكمل. هنكتب الايه المسألة الأصلية اللي هي الليمت لما الإكس بتقول لما لا نهاية إكس ناقص 2 على جذر إكس تربيع زائد 2 إكس ناقص كام 4. دي بتساوي الايه المسألة دي ليميت لما الإكس بتقول لما لا نهاية 1 ناقص 2 على إكس، وهنا جذر ليميت لما الإكس بتقول لما لا نهاية 1 اللي هي الخطوة دي زائد 2 على إكس ناقص 4 على إكس تربيع. بعدين يساوي طلع الايه الناتج. يبقى هنا كام 1 ناقص 0 على جذر 1 زائد 0 ناقص 0 يساوي كام 1. يساوي كام 1. تمام تمام يا أستاذ. ده كده حل الايه المسألة كاملة. تمام تمام. طيب تعالى نروح للمسألة اللي بعد كده. نركز مع بعض ونحاول نصغر الخط عشان يكفي الايه الحل، الصفحة تكفي الحل طبعا عشان انتوا ما تتلخبطوش مش اكتر. هنا هناخد من فوق اكس تربيع عامل مشترك، وهناخد من تحت اكس عامل مشترك، فيبقى هنا ونكتب طبعا هنا الليمت ما ننساهاش لما الاكس بتقول الايه للما لا نهاية. ليميت لما الاكس بتقول للما لا نهاية. هنا ناخد من هنا اكس تربيع عامل مشترك اهو، نفتح قوس 2 اكس تربيع تقسيم اكس تربيع يبقى هنا كام 2 ناقص اكس تربيع تقسيم اكس تربيع يبقى 1 على اكس. تمام. هنا 2 اكس تربيع تقسيم اكس تربيع يبقى 2 اكس تقسيم اكس تربيع يبقى 1 على اكس، ونسكر القوس. هنا ناخد اكس عامل مشترك، فيبقى هنا 1 زائد 1 على ايه على اكس. ازاي قسمنا اكس تقسيم اكس يعطيني 1 تقسيم اكس يعطيني 1 على اكس. طيب بعدين الاكس تربيع دي هتطلع بره الايه الجذر، وهتطلع بمطلق اكس زي المسألة اللي فاتت. ليميت لما الاكس بتقول لما لا نهاية، هنا مطلق اكس جذر 2 ناقص 1 على اكس، وهنا اكس جذر قوس 1 زائد 1 على مين على اكس. المطلق اما يكون موجب او يكون ايه سالب على حسب اشارة الما لا نهاية. اشارة الما لا هنا موجبة، يبقى نشيل المطلق ونخلي الاكس موجبة. يبقى ليميت لما الاكس بتقول لما لا نهاية اكس جذر 2 ناقص 1 على اكس، وهنا اكس في 1 زائد 1 على ايه على اكس. دي تروح مع دي. نكتب المسألة بعد الاختصار. ليميت لما الاكس بتقول لما لا نهاية جذر 2 ناقص 1 على اكس، وهنا 1 زائد 1 على اكس. في عندي هنا كام شرط؟ شرطين، شرط الجذر وشرط الايه المقام. تعال نجيبهم من هنا. ده شرط الايه المقام. شرط المقام هيبقى ليميت لما الاكس بتقول للما لا نهاية، ونكتب المقام اللي هو 1 زائد 1 على اكس. تمام تمام يا أستاذ. بعدين هنوزع ليميت
يبقى ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية واحد زائد ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية واحد على إكس يساوي ده بكم؟ بواحد زائد ده بصفر، يبقى ده بيساوي كم؟ واحد اللي هو لا يساوي صفر. تمام؟ تمام يا أستاذ. طيب بعدين شرط الجذر أو شرط ما تحت الجذر اللي هو ده، هيبقى ليميت لما الإكس بتقول لما لا نهاية اتنين ناقص واحد على إكس. نوزع الليميت، هيبقى ليميت لما الإكس بتقول لما لا نهاية اتنين ناقص ليميت لما الإكس بتقول لما لا نهاية واحد على إكس، هيبقى ده اتنين ناقص صفر اللي هو بيساوي اتنين اللي هو أكبر من الإيه؟ من الصفر. تمام كده احنا جبنا شرط الجذر وشرط الإيه؟ المقام. تعالى نرجع تاني للمسألة. هنوزع ليميت للبسط وليميت للمقام، وبعدين ندخل الليميت داخل الجذر. يعني ده هيبقى كده ليميت لما الإكس بتقول لما لا نهاية جذر اتنين ناقص واحد على إكس، وهنا ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية واحد زائد واحد على إكس. الخطوة الجاية ندخل الليميت داخل الإيه؟ الجذر. يبقى هنا جذر ليميت لما الإكس بتقول لما لا نهاية اتنين ناقص واحد على إكس، وهنا ليميت لما الإكس بتقول لما لا نهاية واحد زائد واحد على إكس. بعدين نكتب المسألة كاملة. يبقى إذن ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية جذر اتنين إكس تربيع ناقص إكس على إكس زائد واحد بتساوي آخر خطوة احنا وصلنا لها اللي هي الخطوة دي كده. ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية اتنين ناقص واحد على إكس، وهنا ليميت لما الإكس بتقول للما لا نهاية واحد زائد واحد على إكس يساوي جذر اتنين ناقص صفر على واحد زائد صفر اللي هو بالآلة الحاسبة يطلع معانا جذر كام؟ اتنين. يطلع جذر اتنين. تمام تمام يا أستاذ. كده خلصنا المسألة الأولى، فحاول أن تحل. تعال نروح للمسألة التانية دي. ليميت لما الإكس بتقول للسالب ما لا نهاية تلاتة إكس ناقص خمسة على جذر إكس تربيع ناقص كام؟ ناقص تسعة. برضو هنعمل إيه؟ هناخد من فوق إكس عامل مشترك وناخد من تحت إكس تربيع عامل مشترك. يبقى هنا ليميت لما الإكس بتقول للسالب ما لا نهاية، هنا إكس بعدين هنا كام؟ تلاتة ناقص خمسة على إكس. إزاي؟ تلاتة إكس تقسيم إكس يعطيني تلاتة، خمسة تقسيم إكس يعطيني خمسة على إكس. تمام. وهنا ناخد إكس تربيع عامل مشترك، يبقى هنا واحد ناقص تسعة على إكس تربيع. بعدين نطلع دي بره بالمطلق، يبقى ليميت لما الإكس بتقول للسالب ما لا نهاية إكس تلاتة ناقص خمسة على إكس، وهنا مطلق إكس جذر واحد ناقص تسعة على إكس تربيع. المطلق بنشيل المطلق ونطلعها سالب إكس. ليه سالب إكس؟ لأن هي هنا سالب ما لا نهاية. نشيل المطلق ونكتبها سالب إكس. ليه سالب إكس؟ لأنها هنا سالب ما لا نهاية. يبقى ده ليميت أما الإكس بتقول للسالب ما لا نهاية إكس تلاتة ناقص خمسة على إكس، وهنا سالب إكس جذر واحد ناقص تسعة على إكس تربيع. دي تروح مع دي. نكتب المسألة بعد الاختصار، بس خلي السالب قبل الليمت بره عشان ما تلخبطكش. ليميت لما الإكس بتقول للسالب ما لا نهاية تلاتة ناقص خمسة على إكس، وهنا جذر واحد ناقص تسعة على إكس تربيع.
في عندي هنا كام شرط؟ شرطين، شرط الجذر وشرط الايه؟ المقام. شرط المقام اللي هو ده كده كله بالايه؟ بالجذر. يبقى ليميت لما الاكس بتقول للسالب ما لا نهاية، جذر 1 - 9 على اكس تربيع. بعد ندخل الليميت داخل الجذر، يبقى ليميت لما الاكس بتقول للسالب ما لا نهاية 1 - 9 على اكس تربيع. نعوض، يبقى هنا 1 - 0 اللي هو بيساوي 1، اللي هو بيساوي 0، اللي هو بيساوي 1 اللي هو ايه؟ لا يساوي 0. تمام؟ تمام يا أستاذ. طيب بعد كده نروح نجيب شرط الايه؟ الجذر، اللي هو شرط ما تحت الجذر. نكتب اللي داخل الجذر ده ليميت لما الاكس بتقول للسالب ما لا نهاية 1 - 9 على اكس تربيع. نوزع ليميت، يعني ده بيساوي ليميت لما الاكس بتقول للسالب ما لا نهاية 1 ناقص ليميت لما الاكس بتقول للسالب ما لا نهاية 9 على اكس تربيع، يساوي 1 - 0 اللي هو بيساوي 1 اللي هو أكبر من 0 لأن شرط الجذر أكبر من 0. نرد تاني هنا، نوزع ليميت للبسط وليميت للمقام، بعدين دخل الليميت داخل الجذر. يعني ده يبقى كده، ومنساش السالب ده. ليميت لما الإكس بتقول للسالب ما لا نهاية 3 - 5 على إكس. وهنا ليميت، لأ، في الأول نكتبها قبل الجذر بعدين ندخلها للجذر. 1 - 9 على إكس تربيع. بعدين ندخل الليميت داخل الجذر. ليميت لما الإكس بتقول سالب ما لا نهاية 3 - 5 على إكس. وهنا جذر ليميت لما الإكس بتقول للسالب ما لا نهاية 1 - 9 على إكس تربيع. بعدين نكتب المسألة الأصلية اللي هي كده ليميت لما الإكس بتقول للسالب ما لا نهاية 3x - 5 على جذر إكس تربيع ناقص 9 تساوي، نكتب ده اللي هو سالب كسر ليميت لما الإكس بتقول للسالب ما لا نهاية 3 - 5 على إكس. وهنا جذر ليميت لما الإكس بتقول للسالب ما لا نهاية 1 - 9 على إكس تربيع. بعدين يساوي ده 3 ناقص كام؟ 0 على جذر 1 ناقص 0 يعطيني الناتج هنا كام؟ 3. تمام؟ تمام يا أستاذ. كده احنا ايه؟ خلصنا الدرس الثالث اللي هو درس صيغ غير معينة. أشوفكم إن شاء الله في درس الدوال المثلثية.